فيلمنا النهاردة بيبدأ في الماضي وبنشوف ولد صغير واسمه توم واللي بيكون راكب عربية مع جدته اللي اسمها لي. وفي الوقت ده بتحس الجدة لي بحاجة غريبة وفجأة بيظهر مجموعة من الأشباح المخيفة وبيهاجموا العربية، ولكن الجدة لي ما بتكونش خايفة منهم وبتطمن حفيدها توم وبتنطلق بالعربية بسرعة علشان تهرب من مجموعة الأشباح اللي كانوا بيطاردوهم، وبتستغل مهاراتها في القيادة وتبدأ تتخلص من الأشباح واحد ورا التاني. ولكن للأسف بيكون الأشباح عددهم كبير جدا وبيفضلوا يطاردوا العربية، وبنعرف في وقتها إن الجدة ليه بتحاول تعطل الأشباح وإنها مستنية حد معين يجي ينقذها. وفي الوقت ده بيجي نمر قوي جدا وبيكون معاه مجموعة من الحيوانات السحرية واللي بينقضوا على الأشباح وبيهاجموهم، وبتبدأ بينهم معركة شرسة جدا لحد ما بيقدروا الحيوانات السحرية إنهم يهزموا الأشباح. وفي الوقت ده بتتعطل عربية الجدة ليه وبيظهر حواليها ضباب شكله مرعب جدا ومخيف، وساعتها بتخرج ساحرة شريرة اسمها لو من وسط الضباب، وبنعرف وقتها إن الساحرة دي هي ألد أعداء الجدة ليه. وقبل ما المعركة بتبدأ دخل النمر علشان يدافع عن الجدة ليه، ولكننا ما بنعرفش إيه اللي حصل في المعركة دي. وبعد 15 سنة بنروح للوقت الحاضر وبنشوف توم بعد ما كبر، واللي بيظهر وهو بيتضرب من زميله اللي في المدرسة واللي بيوقعه في الأرض، وبيبدأ إنه يتريق عليه وعلى جدته ليه وبيقول له إنها مجنونة علشان بتؤمن بالسحر. فبيتعصب توم جدا وبيستخدم قوته وبيطير زميله وبيعلقه في السقف وبيتريق كل الموجودين عليه. وبعدها بيخرج توم من المدرسة، وفي الوقت ده بيقابل بنت زميلته واللي بتبدأ تهنيه على القتال بتاعه، وبتعرفه البنت دي بنفسها وبتقوله إن اسمها راف. وبعد شوية بتيجي والدة راف علشان تاخدها، ولكن وقتها بتطلب راف من والدتها إنها تسيبها وتروح هي، وبتعرفها إنها هتقعد شوية مع زميلها وهتروح هي كمان. وبعدها بترجع راف لتوم وبتعرفه إن الست دي تبقى والدتها اللي اتبنتها من وهي صغيرة. وبيبدأ توم وراف يتعرفوا على بعض أكتر وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لبيت توم اللي بيكون شكله غريب جدا. وبمجرد ما الجدة ليه بتشوف توم بتطلب منه إنه يجيب زميلته ويدخل، ولكن وقتها بتقول راف لتوم إنها اتأخرت ولازم تروح وبتودعه وبتمشي. وبعدها بيروح توم ويشيل التعويذ اللي موجودة على البيت وبيدخل لجدته ليه وبيحاول يخبي أثر الضربة اللي في وشه، ولكن الجدة ليه بتشوف الضربة وبتقوله إن هو لازم يستخدم دماغه مش إيديه علشان يدافع عن نفسه، وبتفهمه إن هو مش ولد عادي ولا حتى من عيلة عادية، وبتطلب منه إنه يرجع التعويذ مكانها تاني وهي هتحكي له كل حاجة كانت مخبياها عليه من وهو صغير. وفعلا بيروح توم علشان يرجع التعويذ مكانها، ولكن ساعتها بيجي شخص شكله غريب جدا وبيطمن على توم اللي بيكون مستغرب لأنه ما يعرفش مين الشخص ده. وفجأة بيدخل الشخص لجوه البيت وبيتقابل مع الجدة ليه اللي بتفرح جدا أول ما بتشوفه، وبتعرف توم إن ده صديقها اللي اسمه هو واللي بيظهر وهو قلقان، وبيقول ليه إن هو حس بوجود قوة من الأبراج في مدرسة توم النهاردة. وبيتصدم ساعتها لما بيعرف إن توم ما يعرفش هو مين ولا مين هما الأبراج ال 12. وساعتها بتروح الجدة ليه وبتسأل توم عن الحاجة الغريبة اللي حصلت معاه النهاردة في المدرسة، فبيقول لها توم إن هو كان بيتخانق مع زميله اللي في المدرسة وإنه لما اتعصب ضرب زميله ضربة طيرته وعلقته في السقف. وبيتصدم هو وبيقول للجدة ليه إن هما لازم يخرجوا من هنا بسرعة، وبيعرف توم إن هو واحد من الأبراج ال 12 واللي بتكون مهمتهم حماية الوصي على قلادة العنقاء. وساعتها توم ما بيكونش فاهم أي حاجة وبيطلب من الجدة ليه إنها توضح له اللي بيحصل، ولكن فجأة البيت بتاعهم بيضلم جدا وبيحصل زلزال شديد، فبتستخدم الجدة ليه قوتها وبتحمي توم من الحاجات اللي كانت هتقع عليهم، وبتطلب الجدة ليه من هو إن ياخد توم ويهربوا بسرعة من المكان. ولما بيرفضوا هما الاتنين علشان ما يسيبوهاش لوحدها بتستخدم الجدة ليه قوتها وبتطيرهم بعيد. وفجأة بتظهر الساحرة الشريرة اللي اسمها لو وبتطلب من الجدة ليه إنها تديها قلادة العنقاء، وبتستخدم الساحرة لو المظلة اللي معاها وبتخرج منها مجموعة من الأشباح واللي بيبدأوا إنهم يهاجموا الجدة ليه، ولكن وقتها بتستخدم الجدة ليه قوتها وبتقدر إنها تتصدى لهم. ومن ناحية تانية بنشوف توم اللي بيظهر له واحد من الأشباح وبيقدر إنه يحاصره، وقبل ما يهجم عليه بينط هو وبيتحول لنمر وبينقض على الشبح ده وبيهزمه، ولكن للأسف الأشباح بيكون عددهم كبير جدا، فبيروح هو وياخد توم اللي بيكون مصدوم من اللي بيحصل وبينطلقوا علشان يهربوا من المكان. وبيجري هو بأقصى سرعة عنده وبينط من مسافة كبيرة جدا وبيهاجم الأشباح وبيدافع عن توم قبل ما واحد من الأشباح يقتله، فبيترعب توم جدا وبيبعد عنهم، ولكن للأسف بيقع من على السطح. وساعتها بيروح له هو وبينقذه على آخر لحظة. وفي الوقت ده بتكون الجدة ليه بتواجه مجموعة من الأشباح اللي في البيت
البيت وبتستخدم قوتها وبتغير المكان اللي بيتقاتلوا فيه وبتجري بسرعة وبتنقض على الساحرة لو اللي بتقدر إنها تتصدى لكل هجماتها. وبالرغم من كده بتفضل الجدة ليه تهاجمها بكل قوتها، وكمان بتصنع أيادي عملاقة من الأخشاب وبتضربها بيها لحد ما بتقضي عليها. وبعدها بتروح الجدة ليه وبترجع البيت لشكله الطبيعي، وبتروح بعدها لتوم اللي بيسيب هو وبيجري بسرعة وبيرجع للبيت، وهناك بيشوف الجدة ليه وبيطمن عليها. ولكن فجأة بتثبت الجدة ليه في مكانها وبتخرج الساحرة لو اللي بتكون لسه عايشة وبتحاول تاخد القلادة منها. ولكن وقتها بترمي الجدة ليه القلادة لتوم وبتوديها له وبتستخدم كل قوتها، وبمساعدة التعاويذ اللي موجودة في البيت بتفجر المكان كله. فبيتصدم توم وهو من اللي حصل للجدة ليه وبيحزن جدا على موتها، وبيتحول هو تاني لنمر وبياخد توم وبيجري بسرعة من المكان. وبعد شوية بيوصلوا هما الاتنين للحي الصيني، وهناك بيرجع هو لطبيعته وبيروح لشارع جانبي. وبمجرد ما بيدخلوا في واحد من البيوت الباب بيختفي، وساعتها بيكون توم مستغرب جدا من شكل المكان ومن شكل الأسلحة الغريبة اللي موجودة جواه. ووقتها بيتكلم هو مع توم وبيعرفوا ان جدته ليه كانت هي المسؤولة عن حماية قلادة العنقاء، وبيعرفوا كمان ان لو الساحرة لو قدرت توصل للقلادة هتسيطر على العالم كله وهتموت كل البشر. وبيفهموا كمان ان هو دلوقتي بقى المسؤول عن القلادة وانه لازم يحميها مهما حصل. فبيتصدم توم من اللي هو بيقوله وبيظهر وهو حزين جدا على موت جدته وبيلوم هو على ده. ولما بيحاول توم انه يخرج من الباب بتشتغل التعويذة اللي عليه وبتكهربه وبتطيره لبعيد، وساعتها بيفهمه هو ان هو المسؤول عن حمايته وعن تدريبه، وبيعرفه ان في اوضه فوق ممكن ينام فيها. وبالليل بينزل توم من الاوضه وبيروح له هو اللي بيكون باين عليه ان هو كمان حزين جدا على موت الجده ليه، وبيعتذر هو لتوم لانه ما قدرش يحميها. وبيفضلوا هما الاتنين يعيطوا. وتاني يوم بيستخدم هو الزئير بتاعه علشان يصحي توم من النوم، وبياخده وبينزلوا ساحه تدريب وبيطلب من توم انه يهاجمه بكل قوته. فبيهاجمه توم وبيحاول انه يضربه، ولكن هو بيقدر يتفادى كل هجماته بسرعه كبيره جدا، وكمان بيتصدى لضرباته بمنتهى السهوله. وبيضرب توم وبيوقعه على الارض وبيقرب منه وبيوريله القلاده وبيفهمه ان هو لازم يحافظ عليها مهما حصل وبيديها له. وفجاه بيشوفوا هما الاتنين فار صغير فبيتعصب هو وبيجري وراه وبيطارده، وهو بيتضايق جدا. وبمجرد ما توم بيخبط الفار بيتحول لشخص بشري، وساعتها بيعرفه هو ان الفار ده واحد من الابراج ال12. وبيتكلم الشخص ده مع توم وبيعرفه ان اسمه سيدني وان هو عنده قوه سحريه وقدره انه يسرق اي حاجه. وبيرجع تاني لشكل الفار وبيقول لهم انه شاف الساحره لو امبارح بالليل، وبيحكي لهم انه لما كان جنب البيت المهجور اللي في نهايه المدينه شاف الساحره لو وهي بتحتضر، وانه فضل يراقبها لحد ما نزلت لنافوره، وانها لما طلعت منها اكتشف ان قوتها زادت وانها رجعت لطبيعتها من تاني. فبيتدخل توم وبيقول لهم ان هو عارف مكان البيت ده وبيكون عاوز يروح ينتقم منها، ولكن هو بيمنعه. فبيقترح عليهم سادني انهم يروحوا للمعبد ويجمعوا الابراج ال12 ويهاجموا الساحره لو. وبالرغم من انه هو ما بتعجبوش الفكره الا انه بيقرر ينفذها. ولما بيمشي هو من المكان بيدي سادني كيس سحر لتوم واللي بيكون موجود فيه سيف قوي جدا. وبعد شويه بينطلقوا هم الثلاثه علشان يروحوا للمعبد، وفي الطريق بيظهر لهم مجموعه من الاشباح وبيحاصروهم. وفجاه بتوصل التنينه السحريه وبتنقض على الاشباح وبتهاجمهم بقوتها السحريه وبتهزمهم واحد ورا التاني، وبتمسك التالت وبتضغط عليه لحد ما بيختفي. وبعدها بترجع التنينه لشكلها البشري وبتروح له هو اللي معاه وبتعرف نفسها لتوم وبتقول له ان اسمها ماسترال وانها واحده من الابراج ال12. وبعدها بيرجعوا كلهم يكملوا طريقهم لحد لما بيوصلوا لمطعم صيني، وفي المطعم ده بيقابلوا الطباخه اللي بترحب بيهم جدا وبتاخدهم وبيدخلوا للمطبخ، وهناك بتستخدم الطباخه تعويذه سحريه وبتفتح لهم باب المعبد. فبيدخل هو واللي معاه للمعبد، وبيكون توم منبهر جدا بشكل المكان اللي بيكون جميل جدا. وبيفضلوا كلهم ماشيين لحد ما بيوصلوا لمجلس الابراج ال12، وساعتها سيدني بيبدا يقدم لتوم كل واحد من الابراج ال12 واللي بيكون ما بينهم ديك واللي بتكون قوته هي الريش الحاد، وكمان بيقدم له القرده اللي بيكون قوتها هي تصغير الاشياء. وبيشرح سيدني لتوم قوه الثور الضخم والخنزير القوي والافعى السامه والارنب الذكي والحصان السريع، وكمان بيشرح له عن المعزه المتفجره. ولما سيدني بيخلص كلامه بيتفاجئوا كلهم لما بيلاقوا ان معظم الابراج مش موجوده، وبيفهم ان الساحره لو هي اللي خطفتهم. وفي الوقت ده بيقترح توم عليهم انهم يروحوا للبيت المهجور اللي سيدني قال عليه علشان ينقذوا باقي الابراج وينتقم من الساحره لو، ولكن هو بيرفض اقتراحه جدا. وساعتها بيتعصب الديك جدا
جدا بيزعق مع هو لانه قال لهم قبل كده انه ما بقاش محتاج مساعدتهم، وانه كمان ما قدرش انه يحمي الجده ليه. فبتتدخل القرده وبتستخدم قوتها وبتصغر حجمهم هما الاتنين علشان ما حدش فيهم يأذي التاني. وفي الوقت ده بيستغربوا كلهم لما بيلاحظوا ان توم مش موجود وسطهم، وبيفهموا ان توم راح علشان ينتقم من الساحره لو. وفعلا بعدها بنشوفهم اللي بيكون وصل للبيت المهجور، وهناك بيتسلق توم البوابه وبيعدي للناحيه التانيه وبيخرج السيف اللي معاه وبيستكشف المكان. وبمجرد ما بيلمس توم البيت بيتسحب وبيدخل جواه، وهناك بينبهر توم من شكل البيت اللي بيكون كبير جدا وجميل جدا. ومن ناحيه تانيه بنشوف هو اللي بيكون وصل هو وباقي الابراج اللي معاه لنفس البيت، واللي بيكسروا الباب وبيدخلوا جواه. ولما ما بيلاقوش توم بيقرروا انهم يتقسموا لمجموعتين ويتفرقوا علشان يوصلوا له في اسرع وقت ممكن. وبعدها بنروح لتوم اللي بيكون لسه بيستكشف البيت، ووقتها بيسمع توم صوت موسيقى فبيروح ناحيه الصوت ده. وبنرجع تاني لمجموعه الابراج واللي بتختفي المعزه من وسطهم فجاه. ولما بيجي الديك بيبص وراه بيشوف مظله سحريه مرسوم عليها باقي الابراج، وبتبدا المظله دي في انها تهاجمهم علشان تحبسهم هم كمان. ولكن وقتها بيتدخل الارنب وبيصد هجماتها، وساعتها بيطلب الديك من القرده انها تروح تطلب المساعده من هو سترول. وبيفضل الديك يهاجم المظله بمساعده الارنب، ولكن للاسف بتقدر المظله انها تحبس الارنب وكمان بتضرب الديك وبتحبسه هو كمان جواها. وبنرجع تاني لتوم اللي بيوصل لمصدر الموسيقى، وبيتفاجئ وقتها ان راف هي اللي كانت بتعزف الموسيقى دي. فبيستغرب توم جدا وبيسأل هي بتعمل ايه هنا، فبتقول له راف انها عايشه هنا وبتعرفه على والدتها لو. فبيتصدم توم من ان والده روف هي نفسها الساحره اللي قتلت جدته. وساعتها بيبدأ توم يهاجم الساحره لو اللي بتقدر انها تضربه بسهوله وبتوقعه على الارض وبتثبته في الهواء، وبتستخدم سحرها وبترجع البيت لشكله القديم. ووقتها ما بتكونش راف فاهمه اي حاجه من اللي بتحصل، ولكنها بتتصدم لما بتشوف شكل والدتها الحقيقي واللي بتسيطر على راف هي كمان، وبتطلب منها انها تجيب لها القلاده اللي مع توم. ولكن في الوقت ده ما بتكونش القلاده دي موجوده مع توم، فبتتعصب الساحره لو جدا وبتضرب راف وبتسال توم عن مكان القلاده، ولكن توم بيرفض يعرفها هو مخبي القلاده فين. فبتتضايق الساحره لو جدا وبتقرب منه اكتر وبتفضل تضغط عليه. ولكن فجاه بيوصل هو ومعاه باقي الابراج ينقذوا توم على اخر لحظه، وساعتها بتقدر الساحره لو انها تضربهم واحد ورا التاني. فبيتحد هو وسترول وبيهاجموها بالزئير واللهب، ولكن وقتها بتقدر الساحره لو انها تصد هجماتهم بقوه المظله وبتغير شكل البيت وبتحركه وبتختفي من المكان بسرعه. وساعتها بيبدا السقف يخرج ميه كتير جدا اللي بتقدر انها تملى المكان كله وبيغرقوا كلهم. ولحسن الحظ بيكون السيف اللي مع توم عامل فتحه صغيره كده في الجدار، واللي بيشوفه سيدني وبيروح له وباقي الابراج وبيعرفهم مكان الفتحه. فبتستخدم القرده قوتها وبتصغر حجم توم وراف وباقي الابراج علشان يقدروا انهم يهربوا من الفتحه دي. وساعتها بتاخدهم سترول وبتنط بسرعه وبيدخلوا من الفتحه اللي بتوصلهم لانبوب الصرف. ولكن للاسف بيبدا حجم سيدني انه يرجع لطبيعته تاني، فبتنطلق سترول باقصى سرعه عندها وبيخرجوا كلهم من الانبوب على اخر لحظه وبيرجعوا لحجمهم الطبيعي من تاني. وبعدها بنشوف راف اللي بتكون مصدومه جدا من اللي حصل، واللي بتشكر توم وباقي الابراج لانهم انقذوها وبتسيبهم وبتمشي. وبيرجع توم واللي معاه للمطعم، وهناك بيخرج توم القلاده اللي كان مخبيها في علبه البسكوت. وفي الوقت ده بيقرر هو وسترول انهم يدربوا توم على استخدام قوته، وبيتنقلوا لمكان منعزل عن العالم. وفي المكان ده بتبدا سترول تدربه علشان يقدر يتحكم في قوته السحريه، اما هو فبيدربه هو كمان على التواصل مع العنقاء. وبتعدي الايام وبيتطور توم وبيقدر انه يتحكم في قوته وبيدمر بيها الصخور. وبالرغم من كل ده هو بيكون متعصب من توم لانه ما قدرش يتواصل مع العنقاء لحد دلوقتي وبيسيبه وبيمشي. فبتروح لسترول وبتواسي توم وبتحكي له ان في يوم من الايام كان في معركه بين الجده لي والساحره لو، ووقتها هو ضحى بحياته علشان ينقذ الجده لي، وان ساعتها الجده لي ادت له جزء من قوتها علشان تنقذ حياته تاني. بسبب كده بقت الجده لي اضعف من الاول بكتير. وبيفهم توم ان في جزء من قوه جدته موجود معه، وبيمشي توم وبيسيب مسترول وبيخرج من المكان. وبعد شويه بيرجع توم لبيت جدته وبيدخل جواه وبيفضل يستكشف في المكان، وبيبان قد ايه ان توم مفتقدها. وفجاه بتظهر الجده ليه، فبينبهر توم لما بيشوفها وبيفرح لانها لسه عايشه وبتحضنه. فبتطمنه الجده ليه عليها وبتساله اذا كانت القلاده لسه معاه. وقبل ما توم يديها القلاده بتوصل راف وبتمنعه، وساعتها بتتحول الجده ليه
الساحرة لو وبتمسك راف، ولكن وقتها بيستخدم توم قوته وبيهاجم الساحرة لو بيطيرها بعيد وبيجري بسرعة هو وراف علشان يهربوا من المكان. ولكن فجأة بتخرج الساحرة لو ايديها من الحيطة وبتاخد القلادة من توم وبتضربه هو وراف وبتختفي باستخدام المظلة بتاعتها. فبيتصدم توم من اللي حصل وبيرجع لهوم وسترول من تاني وبيعرفهم ان الساحرة لو سرقت القلادة. بيسيبهم وبيروح يقعد لوحده على السطح، وساعتها بيروح له هو ويواسيه ويشجعه علشان يقدروا سوا انهم يوقفوا الساحرة لو قبل ما تستخدم قوة العنقاء وتسيطر على العالم كله. بيفهموا انها مش هتقدر تستخدم قوة العنقاء غير بالليل، وانها اكيد هتكون موجودة في المهرجان. وفعلا بيستعدوا كلهم وبيروحوا للمهرجان، وبنشوف ان كل واحد من الابراج مستخبي في مكان معين. ووقتها بيستخدم توم قوته وبيقدر يحدد مكان الساحرة لو اللي بتخرج اشباح من كل مكان وبتهاجمهم. وساعتها بتتحول مسترول لتنينة وبتهاجم الاشباح، وبتنضم لها القردة وبتساعدها وبيحاربوا سوا الاشباح. اما توم فبياخد لوح التزلج بتاعه وبينطلق هو ورا الساحرة لو اللي بتطلع فوق سطح مبنى عالي جدا. بيروح هو وبياخد توم وبيطلعوا وراها، ولكن الاشباح بيشوفوه وبيجروا وراهم كلهم وبيفضلوا يطاردوهم. وساعتها بتتدخل مسترول وبتتصدى لهم، وبينطلق توم وهو بيقدروا انهم يوصلوا للساحرة لو اللي بتكون موجودة على قمة المبنى. ووقتها بينقض هو عليها وبيهاجمها بشراسة جدا، ولكن ساعتها بتقدر الساحرة لو انها تصد كل هجماته، وكمان بتكون قربت توقع توم من على المبنى. ولكن هو بيقدر انه ينقذه على اخر لحظة، وبيستخدم توم تعويذة تحميهم من هجمات الساحرة لو. تستخدم قوة المظلة وبتحاول تحبس توم فيها، ولكن هو بينقذه على اخر لحظة وبيضحي بنفسه وبيتحبس هو في المظلة. فبيتعصب توم جدا وبيستخدم قوته السحرية وبيهاجم الساحرة لو وبيوقع منها المظلة، وبينقض عليها وبيهاجمها بمنتهى الشراسة وبيضربها برجله. ولكن وقتها بتقدر الساحرة لو انها توقعه وبتثبته في مكانه. وفي الوقت ده بتجري راف بسرعة ورا المظلة وبتتفادى الاشباح وبتنط عليه وبتقدر انها تمسكه، وبيساعدوها الابراج وبياخدوها وبيستخبوا في سلة القمامة. وبنرجع تاني للساحرة لو اللي بتستخدم قوة العنقاء وبتغير لونها، بتقدر انها تسحب ارواح البشر وبتحولهم كلهم لاحجار. بنروح بعدها للقردة اللي بتقول تعويذة سحرية على المظلة وبتقدر انها تحرر هو وباقي الابراج اللي كانوا محبوسين في المظلة. ساعتها بينطلقوا كلهم علشان يروحوا يساعدوا توم، وبيهاجموا الاشباح وبيقتلوهم بمنتهى الشراسة، وبيستخدموا كل قوتهم، بيتحدوا مع بعض وبيساعد كل واحد منهم التاني، وبيقدروا انهم يوصلوا لقمة المبنى وبيهاجموا الساحرة لو وبيضربوها وبيحرروا توم. وبيبدأ الحصان انه يضربها برجله، اما الديك فبيهاجمها بريشه الحاد، وكمان الطور اللي بيطيرها فوق في السماء، وكمان الخنزير اللي بيجمع كل قوته السحرية وبيضربها بيها. وبالرغم من كل ده بتفضل الساحرة لو تضحك عليهم وبتستمد قوة اكبر من ولادة العنقاء، وبتقدر تثبتهم كلهم في الهواء ما عدا توم اللي بيكون حر وبيحاول انه يتواصل مع العنقاء وبيقرب منها. وفي الوقت ده بيفتكر توم كلام جدته ان هو لازم يستخدم دماغه، وبيمسك توم القلادة بسرعة قبل ما الساحرة لو بتوصل له. وساعتها بيلاقي توم نفسه في مكان غريب، وفي المكان ده بيشوف توم العنقاء اللي بيكون شكلها شرير جدا. فبيقرب توم منها وبيلمسها فبترجع لشكلها الطبيعي من تاني. وبمجرد ما بتقرب الساحرة لو وبتيجي تمسك ايد توم فبتتبخر وبتختفي، وبترجع وقتها كل الارواح لاصحابها. ولكن للاسف بيفقد توم الوعي وبيقع من على المبنى. وفي الوقت ده بينط هو وراه بيمسكه، وبالرغم من كده بيقعوا هما الاتنين على الارض. وبيحزن هو وباقي الابراج بسبب اللي حصل لتوم. ووقتها بيطلب هو من باقي الابراج انهم يستخدموا قوتهم علشان ينقلوا جزء منها لتوم قبل ما يموت. وبيتجمعوا الابراج حواليهم وبيستخدموا قوتهم وبيكونوا حلقة حوالين توم وهو بيمد بالقوة. وفعلا بيقدر انه يدي جزء من قوته لتوم اللي بيفوق وبيشكره، لكنه بعدها بيستغرب جدا لما بيشوف انه هو لونه اتغير وبيفهم اللي حصل وبيحضنه لانه انقذ حياته. وبعد مدة بنشوف توم وهو بيتدرب على التحكم في قوته تحت اشراف هو اللي بيدربه بمنتهى البراعة. وبتفضل راف وباقي الابراج يتفرجوا عليه، وفجأة بيتحول توم لنمر قوي جدا فبيتصدم هو وكل الموجودين من اللي حصل. واخيرا بيتم تعيين توم قواصي على قلادة العنقاء بعد ما عرف انه يتحكم في قوته وقدر انه ينقذ العالم. وكده تكون خلصت حكاية فيلمنا. اتمنى انكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لقناتنا حكايات انمي. والسلام.